زلزال النفط. لماذا خرجت الإمارات من أوبك؟ وهل انتهى عصر التحكم في الأسعار؟ في خبر ممكن يغير أسعار البنزين اللي بتدفعها كل يوم. الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر منتجين النفط في العالم تعلن رسميا خروجها من منظمة أوبك ومن تحالف أوبك بلس بعد ما يقرب من 60 سنة عضوية. قرار مش عادي، ده قرار ممكن يغير شكل سوق الطاقة العالمي بالكامل، ويمكن كمان يفتح الباب لانهيار نظام كان مسيطر على أسعار النفط لعقود طويلة. لكن السؤال الحقيقي هنا، ليه الإمارات خرجت؟ وإيه اللي هيحصل بعد كده؟ خلينا الأول نفهم بسرعة يعني إيه أوبك. أوبك أو منظمة الدول المصدرة للنفط اتأسست سنة 1960، وكان هدفها بسيط جدا: إن الدول المنتجة للنفط تتفق مع بعض على كمية الإنتاج عشان تتحكم في الأسعار. بمعنى أوضح، لو الإنتاج قل السعر يعلى، لو الإنتاج زاد